وقد عانى الشيخ الكثير نتيجة مرضه، وامتدت المعاناة إلى المؤمنين حيال شيخنا الجليل. كان ذلك حين دخوله مستشفى الملك فهد بالهفوف في أوائل جماد الآخرة سنة 1409 للهجرة. ولم يملك المؤمنون حينها إلا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. ولمقام الشيخ وما يحتله من مكانة في قلوب المؤمنين الأثر الكبير، حيث تمثل ذلك في الحشود التي جاءت للإطمئنان على صحته، الأمر الذي أثار الانتباه ولاقى الاستحسان في نفس الوقت. ولم يمكث الشيخ في المستشفى طويلا، حيث تم أخذ الإجراءات لنقله إلى جمهورية مصر العربية لإكمال العلاج. وبالفعل أدخل مستشفى المقاولون العرب، كان ذلك في غرة شهر رمضان المبارك سنة 1411 للهجرة. ولقد أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكنه وفي حالته هذه لا يزال متصلا بالله سبحانه وتعالى، ولم تعقه الحالة المرضية عن عبادته، بل كان لسانه بذكر الله لهجا متلذذا في معاناته بالصلاة على محمد وآله. ومن ثم رجوعه المبارك إلى أرض الوطن، حيث القلوب المتلهفة لنفحات أنفاسه الزكية. لا يعرف كله غيره، الذي بعد فلا يرى وقرب. لما أن من الله على المؤمنين برجوع الشيخ سالما معافا، امتدت الأيدي ونصبت الوجوه متجهة إلى الله جلت قدرته بالشكر والامتنان. وابتهاجا بمقدمه الميمون، نظم المؤمنون احتفالا بهيجا شارك فيه العلماء والأدباء والشعراء والمؤمنون عامة، لتعم الفرحة القلوب وترجع الابتسامة مستقرة على الشفاه برجوع الشيخ ليكمل مسيرته وعطاءاته الفياضة. واضح في وقت الصيف. ومن ضمن الفقرات التي ألقيت في هذا الاحتفال قصيدة للشيخ حسن العامر. في وصف إنسان ولست بوافية، له درج الترقي للعلا تعلوه صبرا والمعالي عالية، فنسوة صدق وحباهم منه الإله تعالى. وذلك عرفانا من المؤمنين
بالدور الذي أداه شيخنا الجليل من عطاءاته الحميدة والخيرة طوال عمره المديد، حيث حبب للمؤمنين التعلق بمعرفة القضايا والمسائل الدينية بطرق محببة للنفوس في الوقت الذي يفتقر فيه الغالبية إلى المعرفة، وكذا خدمته للمنبر الحسيني حتى آخر رمق من حياته، ناهيك عن إمامته لصلاة الجماعة، وبالتالي الحفاظ على المؤمنين من التشرذم في الأيام العصيبة. ولم يكن شيخنا الجليل صاحب عبادة وعلم فحسب، بل كان صاحب إنجازات كثيرة، منها افتتاحه لحسينية الجبران بالرقيات بعد تجديدها، وذلك في سنة 1409 من الهجرة النبوية. ولكون الشيخ يؤمن إيمانا مطلقا بمكانة العلماء ورفعة شأنهم، حيث وضعهم الله سبحانه في هذه المكانة مصداقا لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبتوجيهات منه وبمباركة المرجع الديني الإمام المصلح حجة الإسلام والمسلمين الحاج ميرزا حسن الحائري الأحقاقي دام ظله العالي، إثر المصاب الذي ألم بالمؤمنين بفقد مجتهد وعلم من أعلام الشيعة العظماء، ألا وهو السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف، حيث وضع مجلس تأبيني في الحسينية العباسية في شهر صفر من عام 1413 من الهجرة النبوية لروح السيد العظيم. وقد حضر هذا المجلس عدد كبير من العلماء، وعلى رأسهم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الهاجري دام ظله الوارف.
السادس دار حديث بين الشيخ محمد الهاجري وبين الشيخ علي آل شبيث حول سيرة الفقيد الراحل السيد أبي القاسم الخوئي وبعض من فضائل المعصومين عليهم السلام. الموت مكتوب على كل ذي روح. مبارك كناية السهام والأرواح السيوف والرماح يمشي ثمان هذا تبع كذا ولا لك يبني ما امشي حياكم الله هذا عليكم وهذه آخر سنة عاشها الشيخ، ومع ذلك فإن عزيمته لم تضعف وخدمته للإمام الحسين لم تهن. وهذه بعض الشواهد على ما نقول، وآخر تسجيلات سجلت له في الحسينية العباسية الكبيرة. وعلى ملائكة الله الحافين حول ضرائحكم المقدسة المستغفرين بذنوبكم يوم القيامة. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته وتحت عرشه، إنه أكرم الرحمن ونجعل عبد نزلتكم. السلام عليكم على بيت النبوة ووضع الرسالة ومختلف الملائكة وغطى الوحي ومعدل الرحمة وخزان العلم الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض السماء. به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما بدأت ظلما وجورا. وأشهد أن لا قال بحجة فريضة أولاد المقدس. رمغا في جانب الطف تروي الشهب بالشهب يهش فيها على آساد معركة هش الكليب على الأغنام للعشب فلم تبل ولا في غرفة أبدا منها ونفوان والضياعة بعطفي. إذا رأيت مهجورة فيها الغرى يردد التلحان ذكر أبيات آل محمد اللوات عن ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بتكف الغالب كلا تراه المدرك الغلاب. اللهم شاف أطوانا ارحم الله تعالى ورضا تأثيرنا وإذا ملك ما أمنا من الدارين فلا ترد عنا وإذا روح من أبائنا وأبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا المؤمنات نهدي ثواب المحسن في الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي وتأتي مرحلة مرضه الثانية فينقل إلى مستشفى الملك فهد، وذلك في أواخر شهر رمضان المبارك من عام 1414 للهجرة. فيسمع المؤمنون ومحبوه بهذا الخبر، فتسارع الجموع الإيمانية إلى زيارته وتقبل أياديه، وكلهم أمل في أن يشافيه الله كما شافاه أولا، متوسلين بمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان قلبه طيلة مكثه في المستشفى بحب الله متيما، فلقد نظر الزائرون إليه ولاحظ المرافق له أن لسانه لا يكاد يفتر عن ذكر الله،
فهو على سريره، ولكن التسبيح لا يفارق لسانه وقلبه، فكان مصداقا من مصاديق إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أبتاه ما لي أراك خارجا من بيتك، ما لي أراك تبتعد عن أحبابك، أقصدك العلاج؟ فإن كان هذا قصدك فالعلاج موجود. أتشفي علتك القلوب؟ فالقلوب مشتاقة للتضحية من أجلك. أتشفي علتك الأرواح؟ فالأرواح واقفة أمامك لتفديك. أم هل بخاطرك أمر أبيت أن تبوح به لنا؟ لعلك تخير نفسك بين هذه الدنيا وبين الآخرة، فاخترت الآخرة. ولكن أبتاه أتهنأك الحياة الخالدة وقد فارقت أبنائك؟ ألست الرحيم بحالنا؟ ألست الشفيق علينا؟ الحمد لله. فها أنت الآن بيننا في هذا العيد، عيد الفطر المبارك، فهل أنت معنا فيه وفي كل عيد؟ ولكن القضاء قال لنا: هن بالعيد إن أردت سوائي. أي عيد لمستباح العزاء، عندما يعانق القلم صفحات الذكريات لأجل أن يجسد المأساة، فإن حبره سيبكي عليك. أيها اليوم الرابع، ألا يا شهر ذي القعدة الحرام من شهور السنة 15 بعد القرن 14، لا تركنن إلى الفراق فإنه مر المذاق.
الشمس عند شروقها تبيض من فرح التلاق، وكذلك عند غروبها تصفر من ألم الفراق. إنها أفجع الساعات، إنها لحظة الوداع، لحظة البكاء. ها هي الأحساء تبكي عليك أيها الشيخ، وقد صبغت خضرتها بلون السواد حزنا لفراقك. إنها لن يكون لها أي يوم سعيد بعد يومك. ها هي الجموع جاءت محتشدة لكي تعزي صاحب العصر في مصابك الجلل، تحمل جثمانك الطاهر. لقد كنت الأب الروحي والرحيم، كنت صاحب تلك الطلعة البهية، وإذا بك قد جئت مكتفا محمولا. أي مصيبة هذه على أبنائك أيها الأب حينما يسلم الابن أباه إلى مكان تغسيله. وأي مصيبة كبرى عندما يرى الابن أباه مسجن لا حراك له، عندما يسلم الجسد إلى مكان تغسيله، فإن جميع الناس تبقى حزينة لأجل ذلك الفراق الذي سيطول. هذا هو العزاء، ومكان العزاء في لحظات التغسيل. كل الناس تبكي وتبكي، لا تحتمل الفاجعة. مولاي، طالما عرف هذا المسجد أقدامك، وطالما عرف الناس صوتك، فلا بد أن يعزوا صاحب العصر عليك.
أتراهم كلهم قد جاءوا لأجل أن يجسدوا تلك المأساة والفاجعة التي حلت على قلب صاحب العصر والزمان. لم يتأخروا لحظة ولا برهة، لأنهم يعلموا حجم الفاجعة. كلهم قد جاءوا منذ أول لحظة سماع بالنبأ. وأي نبأ؟ إنه نبأ وقع على القلوب. لقد جرحنا، لقد قطع أكبادنا، لم يبق فينا أي ذرة لم تحزن. كيف لا نحزن والفقيد أنت؟ وكيف لا نبكي والمفقود هو الأب الرحيم. هكذا تجود العين حزنا، وهكذا تقوم الجموع لأجل أن تعزي قائدها التي ظلت وما زالت تبكي عليه. ها هي أبناؤك سيدي لاطمة رأسها تنحب بصوتها: أبتاه أبتاه إلى متى؟ أبتاه أهكذا علمتنا؟ كنت دائما تأتينا